يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى حاجة كده لما بتكوني صاحية من النوم وبتبقي عارفة انتي هتعملي ايه، او كده اليوم معاكي بيبقى مترتب. بجد الموضوع ده بتبقى نعمة كبيرة قوي من عند ربنا، لان بيخلي اليوم عندك منظم قوي. وبالذات ان اليوم ده كمان مش هتخرجي مثلا تجيبي تقضي فيه مشاوير، تجيبي طلبات، فان كل حاجة مثلا تكون عندك وانتي عارفة ان انتي هتصحي هتعملي كذا وكذا وكذا وكذا. بجد ترتيب الوقت ده من الحاجات الحلوة جدا جدا، وبالذات لما الترتيب الحاجات اللي انت تعمليها او المهام اللي انت تعمليها تكون كده جاية بظروفها. يعني عارفين ان انت عارفة ان انت هتقومي ده محتاج يحصل ايه، ده محتاج كذا وده كذا وده كذا. فده بيبقى الصراحة بتحس ان اليوم كده بتاعك انت صاحية، اليوم مترتب بتاعك، فده الصراحة حلوة جدا جدا. الحاجة اللي مش حلوة بقى ان انت اما يكون عندك يوم مترتب ومحتاج ان هو يتعمل 1 2 3، احنا بقى نيجي نضيعه في قاعدة قدام التلفزيون، على الموبايل، على يعني كذا حاجة ممكن تضيعي بيها الوقت. بس ان انت تنجزي نفسك، فبتلاقي اخر اليوم انت انجزتي حاجات كتير قوي، فبتلاقي ان انت مرتاحة نفسيا جدا. يا جماعة، انا عاوزة اقول لكم واقول لكم على رسالة مهمة جدا. ان انتوا لازم تظبطوا وقتكم، ترتبوا الاولويات يومكم. المهم جدا جدا في المهم مش قوي. انتوا طبعا كل واحد عارف اولويات يومه. انا اول ما صحيت، انا النهارده كنت عارفه يعني انا خلاص مرتبه ان انا هعمل فراخ مشويه على الفحم. اول ما صحيت طلعت كده فرختين وحطيتهم، وبعديها طبعا هعمل ايه؟ هعمل فطار. قلت عقبال كده اما افطر، تمام، عقبال ما افطر كده واشرب الايس كوفي بتاعي، هغلي اللبن. كنت جايبه شويه حاجات، جوزي الصراحه اللي جايبهم ليا. كان ما عنديش اي حاجه لحاجه الفطار خالص، فهو جاب كده ليا شويه حاجات. فانا قلت بقى ايه، وكان جايب لي اللبن، فقلت بقى ايه، المهام اللي انا عاوزه اعملها ان انا عاوزه انضف التلاجة، وارص بقى الحاجات اللي هي محتاجة تترص، الحاجات اللي هي متجابة يعني. ومن الحاجات برضو المهمة ان انت عشان تنجزي حاجات كتير، مهام كتير في اليوم، انك انت تصحي بدري. وده الصراحة سر انجاز المهامات الكتير في اليوم، ان انت تصحي بدري. ده هيفرق معاكي جدا جدا. انا مش هقدر اوضح تصحي بدري امتى، عشان كل واحدة وليها ظروفها وليها حياتها. في واحدة عندها البدري 8 حلو، في تانية 7 حلو جدا هيقضي معاها مهام كتير. في واحدة 10 بالنسبة لها مهام كتير. بصوا، انا بالنسبة ليا الضغط اللي انا فيه دلوقتي 9 معايا حلو. الصراحة الساعة 9 ان انا اصحى حلو جدا. الاول ممكن بالنسبة لي 11 حلو قوي، ماشي. ويمكن برضو 11 او 12 كنت بصحى الاول، ما كانش بينجز معايا اللي انا عايزاه، الا بقى ان انا ما ضيعتش وقت خالص. بس الصراحة في الوقت اللي انا فيه ده، لا، انا بصحى مثلا 9 بنجز حاجات كتير جدا. فده بالنسبة لي حلو قوي، وبالذات في الوقت اللي انا حاليا مضغوطة فيه. في بقى بعض الناس بيحبوا قوي استخدام الورقة والقلم، وانا بالنسبة لي بشوفها حاجة كده حلوة جدا جدا ان انتي تكوني بالورقة والقلم دايما. وصدقوني استخدام الورقة والقلم ده بيشجع جدا، بيخليكي كده اللي هو خلاص انا عملت كذا صح قدامه، المهمة اللي بعدها كذا، خلاص انا هروح اعملها. وحلو جدا ان انت تحددي ليكي وقت برضو من كل مهمة انت بتعمليها. عاوزه اقول لكم الحمد لله ما كانش عندي مواعين كتير، وكان عندي المية ضعيفة جدا 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 زي ما انتم شايفين. لو خدتوا بالكم بجد كان عندي المية ضعيفة،
فيمكن ده اللي اخرني شويه في المواعين، رغم المواعين عندي ما كانتش كتير. المهم انتوا وحشتوني بجد. الفيديو ده يعني كنت الصراحة مكسلة قوي امنتجه واسجل كده الصوت عليه، بس صراحة يعني يعني اللي هو يعني قعدت اشجع نفسي بجد، يعني قعدت اشجع نفسي عشان ايه، مش عاوزه برضو اغيب عليكم، ومش عاوزه، ما بحبش الفيديوهات تتاخر اكتر من يوم تكون عندي. لا، بحب الفيديوهات الصراحه تكون كده طازه، بحب اللي هو ايه اعيشكم الجو معايا يوم بيوم، فده بالنسبه لي حلو قوي. ما بحبش اللي هو في ناس كده مثلا ممكن تعمل كده فيديو تقعدوا اسبوع وبعدين تنزله الصراحه، وممكن بيطلعوا وممكن يقولوا على الموضوع ده، بس بصراحة مش بحب كده. يعني بحس اللي هو ايه، انا يعني بتفرج عليك عشان ايه، اشوف يومك، اتشجع، بس اتفرج عليك كان يومك ده من اسبوع، فلا انت متأخر قوي، انت مش نشيط بالنسبة لي، يعني قدامي كده انت شخص مش نشيط، فانا ازاي هاخد منك استعيد منك نشاط وانت اصلا بتنزل لي الفيديو متأخر قوي، انت تكون عامله من بدري يعني قبلها بكذا يوم ومنزله لي متأخر، فانا مطلوب مني ان انا اخد استعيد منك نشاط. فالصراحة لا، فانا الناس دي على فكرة محبش اتفرج عليها خالص. لو اي حد جه 1000 فيديو انا مثلا ده الفيديو ده متصور من كذا يوم وانا مكسل انزله حقيقي، ما بحبش اتفرج على الفيديو. انا بالنسبة لي فيديو قديم، يعني بالنسبه لي فيديو قديم، وبالنسبه لي انا مش هتكون بالنسبه لي قدوه ان انا اخد منك يعني استفاد منك كده واستعيد كده نشاطي من الفيديو. انت اصلا منزلهولي متاخر، ماشي، انت اصلا كسول، مش هاخد انا منك فاهم يا جماعه؟ انا فاهمكم ان دي اصلا طاقات، يعني الموضوع ده ده طاقات، يعني انتوا مش واخدين بالكم ان دي بتبقى موضوع طاقات، اللي هو ايه، ان انا بنزل ليك فوري كده، فانا هقوم واتشجع واعمل، دي طاقة ايجابية او ذاك بنقلها يعني نشاط ايجابي كده عشان تقوم تخلص اللي وراك. فانا هاجي اقول لك على طاقة سلبية ان انا دمج عاملاه من كذا يوم وبعدين انزلهولك، فانا الصراحه كده بنقلك طاقه سلبيه، انا بطاقه كسل، فلا، فانا الصراحه ما بحبش كده. وخلي بالكم من النقط دي، يعني في ناس كتير انا شايفه ان هم بيقعوا فيها وبيقولوها اللي هو ايه، كاحنا ناس طبيعيه. لا، انتي بتقدمي محتوى، احنا كلنا ناس طبيعيين وكلنا بنعمل زي بعض، بس احنا ما ننساش نقطة ان احنا بنقدم محتوى، اما بنقدم محتوى لازم نقدم فيه طاقة ايجابية. ممكن تقدمي طاقة سلبية، بس بتبقى مثلا شخصية عندك مثلا، او انت عاوزة تحكي موقف، تمام، بس مش المحتوى اللي هو بيحتوي على الفيديوهات بتاعتك. فلان انا في ناس كتير جدا بيتعاملوا بالاسلوب ده، ان انا بتعامل بطبيعتي، فاحنا ما ننساش برضو احنا اوكي بنتعامل بطبيعتنا، بس ما ننساش ان احنا برضو بنقدم محتوى عشان بننقل طاقة ايجابية للي بيسمعنا. انا واثقة ومتأكدة ان في ناس هتتفق مع كلامي وفي ناس مش هتتفق، عادي برضو، يعني وجهات نظر، علشان ما فيش حد يدخل في الكومنتات يا جماعة ويهاجمني. انا بقول لكم ده وجهة نظري واللي انا شايفاه صح، ومش اي حد هيجي مثلا يقنعني بحاجة زي كده تمام، الا بقى حاجة قوية. بس انا بالنسبة لي انا مش شايفة الا ده، فاي حد يهاجمني ده وجهة نظر، ووجهة النظر واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية، عادي، مفيش اي مشكلة. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا كنا جايبين بقى ايه، مخلل وزيتون، نوعين زيتون، جبنه رومي، لانشون. انا عندي مشكله في لما جوزي ما بيجي يشتري، هو بيشتري اللي هو ايه، انا بص ما بحبش الكتره في الحاجه، بحب الحاجه نشتري على قدنا وتخلص ونجيب غيرها، لان يا جماعه الحاجات اللي احنا بنجيبها دي بتبقى مده الصلاحيه بتاعتها بتبقى قليله
جدا. فان انت تجيبي على قد كام يوم، وبعدين تجيبي غيرهم، ده افضل يعني. عاوزه اقول لكم بقى على الخلطه اللي متابعني من زمان عارف ان انا بعمل الخلطه دي، وبالنسبه لي الخلطه السريعه. بحط بحط بريل، ومعاه اللي هو الصابون السائل اي نوع بقى، وبعد ومعاها شويه من الخل، يعني قولوا ربع كوبايه من الخل كده او اقل بحاجات بسيطه، ومعاها بريكس او كلوركس الوان اللي انتوا عاوزينه، بتكملوه ميه. ده بالنسبه لي خلطه سريعه. بعمل بقى انضف بها مثلا زي مثلا لو عاوزه انضف التلاجة كده على السريع، مش عاوزه اطلع الرفوف، مش مستاهل ان انا اطلع الرفوف وكده، بتبقى محتاجه بس تتمسح. انا بعمل دي بتبقى بالنسبه لي مريحه جدا لكذا حاجه. مثلا ممكن انتوا عارفين وزره الوزره مثلا بتبقى بتاعت اللي هي الشقه كده، او البنيهات وكده، بيبقى مثلا عليها ترابه كده لازقه، برضو بمشي عليهم بالخلطه دي وبمسحهم، برضو الصراحه بتبقى حلوه جدا ومنجزه معايا قوي قوي قوي. التلاجة الحمد لله كانت نظيفة، هي الرفوف بس كانت محتاجة بس تتمسح. بس كانت بالنسبة مثلا لو تاخدوا بالكم الجوانب او الحاجات دي الصراحة كانت نظيفة، ما كانتش محتاجة اي حاجة خالص. انتوا اصلا يعني انا اول ما جيت من السفر وكده من المصيف، انا مسكتها اصلا نظفتها تنظيفة كويسة. كانت يعني نظفتها كلها. الرفوف طلعتهم غسلتهم، الدرج الجوانب كلها، الرفوف بتاعه الباب برضو كلها مسكتها نظفتها. فده كله كان اصلا نضيف، هو بس مكان عارفين بقى الحاجه ومكان ما الحاجات بتتحط، بيبقى بقى بواقي مثلا اكل ممكن تقع مننا غصب عننا، بواقي مثلا خضار الكلام ده. طبعا التلاجة بقت فل شمعة ومنورة. بعدين بقى ايه بدأت ان انا ارص الحاجة، وفعلا بتبقى راحة نفسية جدا جدا لما يكون التلاجة كده نضيفة ومنظمة، بتبقى الصراحة يعني حاجة نضيفة. تعالوا بقى هنعمل الفقرة بتاعتنا اللي هو تقطيع الفراخ. ماشي. هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الفراخ كان حجمها الله اكبر، حجمهم كبير جدا، يعني ممكن معدي 3 كيلو، ما شاء الله كان الحجم كبير. فانا قلت الفراخ دي فعلا مش هتحتاج ان هي مش هتتعمل غير شوي، وهي عموما الفراخ الكبيرة في الشوي بتبقى الصراحة حلوة جدا جدا ولذيذة، غير الفراخ الصغيرة كده اللي هي 2 إلا او كيلو ونص او 2 كيلو، دي الصراحة بتنشف، يعني عارفين اللي هي بتنشف على الفحم. بس غير الفراخ الكبيرة لا بتبقى كويسة جدا، حتى مش بسهوله ان هي تنشف. وانت بقى ايه بتقدري تتحكمي في القطعيه بتاعتها، ان انت تعمليها حتت صغيره، عشان هي ما شاء الله بتبقى يعني ايه متختخه شويه، فان انت تعمليها كده صغيره، فدي برضو ايه حلوه قوي. ما ننساش برضو ان انت الفتحات بتاعت الدبوس وكده ان انت تفتحيها كذا فتحه علشان بتبقى كبيره ان هي تستوي كويس، وفي نفس الوقت الفتحات دي يعني ايه عارفين هتدخل فيها التتبيله كويس قوي. هيبقى حلو جدا لو انتي متبلاها من بالليل وتبيتيها لتاني يوم، بجد هيفرق جدا جدا في الطعم. هو عموما كل ما الفراخ ما تقعد في التتبيله كل ما الطعم بيفرق جدا معاها. انا هقول لكم ان هي قعدت في التتبيله معايا مثلا حوالي ساعتين او ساعتين ونص على ما اعتقد، يعني مش فاكره، بس هو في الرينج الوقت ده. بس عاوزه اقول لكم ان طعمها بجد خطير جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا من محبين المشاوي، بحب المشاوي جدا جدا جدا، بالذات الفراخ المشويه على الفحم. جوزي برضو كده بيحب المشاوي قوي زيي، فاحنا يعني احنا الاتنين بنحب المشاوي جدا. يعني انا هعمل فرخه ونص، مش هعمل فرختين كلهم. هل هتقولي انت وجوزك؟ لا يا جماعه، ما كانش انا وجوزي، كان معانا ناس تانيين، بس كان ما شاء الله كحجم الفرخه ونص كان ما شاء الله يعني
يعني كمية كويسة جدا لينا. وعاوزة اقول لكم ان الفراخ كمان فاضت، بسم الله ما شاء الله، كلوا وشبعوا، والفراخ كمان فاضت. فكانت الصراحة حلوة قوي قوي قوي. هتقولي لي عملتي ايه جنبيها؟ اقول لكم عملت جنبها مكرونة اسباجيتي، لان جوزي بيحب المكرونة الاسباجيتي جدا. هو عموما مش بيحب الرز، يعني ملهوش تقول على الرز خالص، هو بيحب فقط الرز اللي هو الابيض، ومش اي رز ابيض، الرز الابيض اللي هو المسلوق. انا عملته لكم في القناه على فكره قبل كده. ما علينا. فهو بيحب يعني من عشاق المكرونه. يعني انا بحب المكرونه والرز عادي. انا بحب يمكن المكرونه الاسباجيتي اكتر كتير. يعني اكتر نوع مكرونه بحبه هو المكرونه الاسباجيتي. انا وهو بنحب صراحه المكرونه الاسباجيتي. الرز بقى بحب انا بقى الرز قوي الصراحه. هو بيحب المكرونه اكتر، وما زي ما قلت لكم ملهوش يعني في الرز. هنا بقى عاوز اقول لكم ان الميه كانت قطعت خالص، فانا بقى بقيت اجيب ميه كده، ربنا يسترني وجبت ميه. تمام. فهنا كنت يعني غسلت اللي هو القطع، وقلت ايه، لا بدل ما يعني مثلا انقع الفراخ قبل ما اقطعها، لا انا قلت هغسلها وبعدين انقعها وهي متقطعه، يعني حسيت كده ايه افضل، كده ايه اريح وكده. تمام. تمام، ما علينا. طبعا انتوا عارفين ان انا بنقع في مثلا معلقه ونص من الدقيق، معلقه او معلقه ونص، وشويه من الملح، وعليهم ليمون. انا ما بحطش خل. تقول ما بحطش خل ليه؟ بقول لكم مش عشان بحس ان الزفاره عاليه او مش عارفه ايه، بس حاسه ان الليمون، يعني عشان في ناس يعني بيقولوا ان الخل بيخلي الزفاره تكتر. انا مش هقول لكم ان انا حسيت بالموضوع ده، بس انا حاسه ان الليمون والملح ودي كفايه قوي، يعني مش محتاج ان انا احط خل. فانا حسيت ان ده كفايه قوي ان يضيع الزفاره بتاعت الفراخ. وحقيقي انا على طول معتمده المحلول بتاع النقع ده، انا على طول معتمده من زمان جدا. هنا بقى كنت قشرت كده بصلتين، مش بصلتين، كان 3 4 بصلات كبار. عاوزه اقول لكم ان انا بحب البصل كتير في الفراخ، بحس يعني عاوزه كده الفراخ يعني تتغلغل كده في قلب البصل كده، والبصل كده يدخل فيها وتشرب من البصل كويس جدا، لان البصل كل ما يكون كتير في الفراخ كل ما كده بيسكر الفراخ. فانا الصراحه بحب البصل الكتير، يعني انا مش بخيله في البصل خالص يعني. عاوزه اقول لكم بقى انا يعني بروح حطها في الكبه دي. عاوزه اقول لكم ان الكبه دي يا جماعه، عشان كان حد سألني على الكبه وكده، مش هقول لكم وحشه، لا حلوه، بس حجمها كبير، فانك تجيبي الاصغر فهيكون افضل ليكي الصراحه. بالنسبه لي يعني الاصغر هتكون احسن. عاوزه اقولك ان دي اصلا كبة فرم اللحم، الاساس اصلا ده كبة فرم اللحم. اللحمه وكده. بس انا عملتها فيها مره، ندمت الصراحه، ما حبيتهاش خالص. وكمان حسيت بعد اما حطيت فيها اللحمه، حسها ان كده السنون بتاعتها بردت. فهي لو كانت للحم لا ما تستخدمهاش للحم، هي للبصل وشكرا. وبرده البصل جيبيه، كبه البصل وكده جيبها الاصغر، دي كبيره قوي، لا جيبي الاصغر هتكون افضل. تعالوا بقى للتتبيله، لان انا زودت كده حاجات من عندي المراتي، مش حاجات، هي حاجة واحدة. حطيت ملح، حطيت نصر كزبرة، حطيت كمون، حطيت فلفل، حطيت علبة زبادي. لو مش عندك زبادي عندك لبن ممكن تحطي عادي، لو مش عندك عادي ما فيش مشكلة. انا لو مش عندي ما بحطش، ما عنديش اي مشاكل. هنا بقى حطيت لاول مرة احط بقى يا جماعة عسل، معلقة من العسل، معلقة كبيرة كده من العسل. وافضل بقى ايه، افضل كده ايه اللي هو افضل اقلي فيها كده لحد ما اتاكد ان كله كده اتغلغل في الخليط. هتقولوا لي العسل حلو مش حلو؟ بصوا الصراحه هو طعمها طلع حلو قوي. كنت عاوزه احط كده فصين او 3 من الثوم المهروس، بس الصراحه اكتشفت ان ما كانش عندي ثوم للاسف يعني.
فقلت خلاص مش مشكلة. يعني انا اصلا من طبيعتي ما بحطش الثوم، بس كلتها الصراحه قبل كده عند ماما وحطيت عليها ثوم، كانت الصراحه حلوه جدا وطعمها جميل ولذيذ. هنا كنت حطيتها في التلاجة، هنا بقى خلاص كنت يعني بشوي. انا يعني صورت بس لحد هنا، واشوف وشكوا على خير.